يستهدف المشروع الوطني للقراءة بأبعاده الأربعة جميع فئات المجتمع، من تلاميذ المدارس وأساتذتهم وطلاب الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والمؤسسات التربوية والتعليمية والمدنية والإعلامية، ويستهدف أيضا دور النشر. أما عن طرق التسجيل فإن المشاركة تكون من خلال المدرسة فقط، تتسجل المدرسة ثم تسجل جميع التلاميذ المدارس، سواء تعلق الأمر بالمستوى الدراسي الأول الابتدائي ويشمل التنافس حتى السنة الثانية بكالوريا. تكون القراءة والتلخيص قراءة 30 كتابا باللغة العربية عبر مدونتين تسمى مدونتي الإنجاز. هذه المدونة الإلكترونية التي يتم استخراجها وتلخيص الكتاب فيها وفق المعلومات الكتابية من خلال الأسطر المتاحة والمحددة لنوع هذا التلخيص المقبول بالنسبة للجان التحكيم استعدادا للتصفيات الأولى. أما عن سؤال متى زمن المنافسة، فيجب أن تكون القراءة طوال العام. تنطلق المنافسة إذن من شتنبر من كل عام وتنتهي جميع مراحل المنافسة وتصفياتها في شهر يوليوز من العام الدراسي نفسه. أما عن معايير الكتاب المقروء، فعدد الكتب المطلوبة هو 30 كتابا باللغة العربية أو الأمازيغية، مع الالتزام بالتنوع المعرفي في عدد صفحات محددة بين 15 صفحة و85 وفق المستوى الدراسي. أما المجالات فتتنوع وفق ما ورد في دليل المشروع حسب المستوى الدراسي المقصود. لكن السؤال ما المقصود بالمجالات هنا؟ يمكننا الاستعانة بعلم المكتبات، وبالضبط تصنيف دول العشري الذي قسم المجالات المعرفية إلى 10، وهي المجال الأول يرتبط عنده بالمعارف العامة وتتضمن كل من علم الحسابات والمعلوميات والأعمال العامة إلى غير ذلك. والصنف الثاني يرتبط بالفلسفة وعلم النفس، والصنف الثالث بالديانات، والصنف الرابع يرتبط أساسا بالعلوم الاجتماعية، والخامس باللغات لسانيات نحو إلى غير ذلك، والقسم السادس بالعلوم البحتة أو الحقة وتتضمن الرياضيات مثلا، والقسم السابع يتضمن العلوم التطبيقية، والثامن الفنون، والقسم التاسع وهي الأداب أو القسم الذي يرتبط بالروايات الشعر والقصة وغيرها، والقسم العاشر التاريخ والجغرافيا والتراجم، ويعتبر السيرة الذاتية جزءا من هذا القسم. يستثنى طبعا من الكتب المقروءة المجلات والمراجع والدوريات والمعاجم والدواوين الشعرية والموسوعات الكبرى والكتب المقررة رسميا لصعوبة تلخيصها وكذا صعوبة اختبار، فيمكن القراءة في أي من مجالات المعرفة المذكورة التي تتناسب والمرحلة العمرية للتلميذ. والتنوع شرط أساسي في هذه القراءات، حيث لا تقل المجالات المعرفية للكتب المقروءة عن مجالين أو 5 مجالات حسب وفق المستوى الدراسي، على النحو الآتي: مجالين في المستويات من الأولى الابتدائي حتى الثالث ابتدائي، و3 مجالات ضرورية في الكتب المقروءة في المستويات من الرابع الابتدائي حتى السادس الابتدائي، و4 مجالات بالنسبة للمستويات الثلاثة من التعليم الثانوي الإعدادي، و5 مجالات بالنسبة للمستويات الثلاثة من التعليم الثانوي التأهيلي. سؤال مراحل التصفيات: تمر التصفيات الأولى على مستوى المؤسسة التعليمية، سواء كانت مدرسة ابتدائية أو ثانوية إعدادية أو ثانوية تأهيلية، وتكون على مرحلتين. المرحلة الأولى يتم ترشيح تلميذ أو تلميذة واحدة عن كل 25 تلميذا أو تلميذة أكملوا قراءة 30 كتابا من كل فئة من الفئات الأربع كمرحلة أولى. المرحلة الثانية وترشيح تلميذة واحدة من كل فئة من الفئات الأربع على مستوى المؤسسة التعليمية. التصفيات الثانية تكون على مستوى المديرية الإقليمية، حيث يتم ترشيح 3 تلاميذ من كل فئة من الفئات الأربع لكل مديرية إقليمية. ثم التصفيات الثالثة تكون على مستوى الأكاديمية الجهوية،
حيث يتم ترشيح عدد متناسب مع عدد تلاميذ كل أكاديمية جهوية، سواء تعلق الأمر بالأكاديمية الكبرى أو المتوسطة أو الصغرى، عن كل فئة من الفئات الأربع حسب ما هو محدد في وثيقة دليل المشروع. فيكون العدد 156 بواقع 39 على كل فئة من هذه الفئات المتنافسة. ثم التصفيات الرابعة تكون على مستوى المملكة المغربية، والمرحلة الأولى يتم اختيار الخمسة الأوائل من كل فئة من الفئات الأربع وعددهم 20. التصفيات النهائية تكون أيضا على مستوى المملكة المغربية. المرحلة الختامية يتم ترتيب الخمسة الأوائل على كل فئة واختيار الأول على مستوى المملكة دائما. أما الجوائز المقدمة فتعد الجوائز جزءا أساسيا من نظام المشروع الوطني للقراءة في المملكة المغربية، وهي جوائز متنوعة تشمل الجوائز المالية ورحلات للأوائل على مستوى المملكة. يحصل الفائز الأول على مستوى المملكة على جائزة مالية قدرها 250,000 درهم، 25,250,000 درهم مغربي، والتلميذ المثقف كلقب تشريفي له، ثم شهادة التلميذ المثقف. ويحصل الفائز بالمركز الأول على كل فئة من الفئات الأربع على مستوى المملكة على جائزة مالية قدرها 100,000 درهم مغربي، ميدالية أيضا وشهادة للتلميذ المثقف تقدم لكل منهم. ويحصل الفائزون بالمراكز من الثاني حتى الخامس من كل فئة من الفئات الأربع على جائزة مالية قدرها 20,000 درهم مغربي، وميدالية وشهادة تتضمن التلميذ المثقف تقديرا لكل منهم. يحصل أيضا المنسقون والمحكمون الذين فاز أحد تلامذتهم بأحد المراكز 20 الأولى على مستوى المملكة على نسبة 10% من قيمة الجائزة المالية للفائز وشهادات تقديرية. بيد أن الجائزة الكبرى أيها السيدات والسادة هي القراءة، إيمانا منا في كون الأمم التي لا تقرأ تموت قبل أوانها.